أسأل الله لمن نقلها وذكر بها طلاب محبيه أهله أن يسعده بهذه الخمس دنيا وآخرة. قل تذكر عظمة الله وأنت تركع وأنت تسجد سبحان ربي العظيم، تذكر عظمة الله قبل ما تنظر الحرام. فلو إنسان راقبك ضعيف مثلك لانتبهت لرقابة البشر، فتذكر رقابة البشر حتى البشر يرتاحون. الثانية تذكر طرف العين، الله يحرك عينك، الله يحرك عينك، أتنساه؟ الله معك الآن وقبل الآن وبعد الآن، ولا غنى لك عنه طرفة عين، أتنسى من يحرك عينك؟ الثالثة تذكر راحتك قبل النظر وضيقك بعد النظر. إيش تبغى، الضيق ولا السعة؟ الله من أسمائه الواسع، إذا أطعت وسع صدرك، أوسع مما بين المشرق والمغرب، بل إذا أصبحت من المقربين ما تسعك الأرض، يجعلك كما قال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون، يجعلك تسيح بروحك في السماء، تصبح صاحب سمو ملائكي، تحلق في السماء، يذكرك الله، يجري لك المراسيم، يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبك جبريل، ثم ينادي جبريل يا أهل السماوات إن الله يحب فلان ابن فلان باسمك واسم أبيك، يناديك سبحانه، ثم يضع لك القبول في الأرض. والعكس بالعكس، فرعون كم نلعنه لأن الله وضع له البغضاء في الأرض، أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله أحبهم ووضع لهم القبول سبحانه في الأرض. والخامسة والرابعة تذكر قول الله ابن آدم خلقت لك عينين وخلقت لهما أبوابا. كم في عينك أبوابا؟ بعض من الناس ينبهر عند باب زجاجي إذا جاء قرب حولها انفتح، لو لم ينفخ الله فيك الروح ما انفتح الباب هذا الزجاج، ولو لم يخلق الله العقل ما صنع الباب، لو لم يخلق الله العقل ما طارت طائرة ولا سار السيارة، أفلا نطير إلى الله بأرواحنا فوق الطائرات؟ جعفر الطيار أين طار بعقيدته وتوحيده وإخلاصه لله جل جلاله وإقباله على الله سبحانه؟ ابن آدم خلقت لك عينين وخلقت لهما أبوابا، فإذا مر بك ما حرمت عليك ارخي ستورك، أورثك حلاوة إيمان تجدها إلى يوم لقائي. والخامسة تذكر أن كل عين باكية يوم القيامة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، حتى عجوز قبل فترة تبكي، إيش فيكي؟ قالت ما شفت نهاية التمثيلية. سبحان ربي، ابكي عند الزلزلة والقارعة، ما تبكي عند تمثيلية كذب من أولها إلى آخرها. تعلقي بالله، أنت في آخر عمرك، لا ارفعي يديك إلى الله، أنت تنتظرين ملك الموت صباحا أو مساء، تقدمين على قبر على مد بصرك بالتوحيد والتوبة والإخلاص لله جل جلاله. تفكر القبر أنها مثل غرفتك 3 أو 6 فيها 4، القبر على مد البصر، لكن بالعمل الصالح الخالص، الصواب والتوبة والصلاة، فإنها تسبقك إلى القبر، والقرآن يسبقك إلى القبر. عندك من قرأ سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. من قرأ هذه السورة كل ليلة أمنه الله من عذاب القبر كما في الحديث الصحيح. ثم تذكر أن كل عين باكية إلا عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين حرست في سبيل الله. وأحسب أهل هذا المخيم وأنتم من حراس العقيدة حينما تحضرون وتدعون، بل أسأل ربي أن يجعل هذا المخيم يخيم على القلوب بالأمن والإيمان والراحة، وعلى بلادنا وبلدان المسلمين، وأن يبث هذا النفع مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجري الثواب لكل من ساهم وكل من دعم وكل من نشر وكل من أمر وكل من نهى، إنه سبحانه وتعالى مجيب الدعاء. فإننا أمة أمر بمعروف ونهي عن منكر، فالله جل جلاله معنا ما تناصحنا واتبه كل من الآخر، ومن ترك النصيحة تفاضحوا وتلاعنوا يوم